بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الحلقة السابعة من حقائق اعتقالنا في سجون الحوثي اللعينة. طبعا في هذا اليوم 25 سبتمبر يوم الثورة الجمهورية والحرية والإعتاق، نهنئ شعبنا اليمني ونهنئ قيادتنا الوطنية. هذه القيادة التي أصبحت ليست قيادة المؤتمرية بل قيادة وطنية. فالمؤتمر هو حزب الخلاص من هذا الواقع المرير الذي يعيشه الشعب اليمني، واقع تمزق وشتات وفرقة وعصابات وشركات تحكم هنا وهناك. هنئ بهذه المناسبة قيادتنا الوطنية الأصيلة ممثلة بالقائد الصادق بن أمين أبو راس، حفظه الله ورعاه، ورفاقه في القيادة سعادة السفير وأمل الأمة اليمنية الأخ أحمد علي عبد الله صالح حفظه الله ورعاه. ونهنئ أيضا نائبه الشيخ يحيى الراعي والدكتور قاسم البوزة. نهنئ أيضا في معتقله الهامة الوطنية الكبيرة الأستاذ غازي أحمد علي الأحول، الذي للأسف ما زال قابعا في معتقلات الحوثي، ونحن دخلنا اليوم أو هذه الأيام الشهر الثاني من اعتقاله. وعتبي والعتاب هو عقد المحبة يا قادتنا. العتاب هو عقد المحبة ونحن نحبكم. عتبي أن لا تتركوا غازي، لأنه عيب والله، فضيحة وعار تاريخي أن يترك غازي. يعني لا تصدقوا ولا تأمنوا لهؤلاء الناس. الملف حقه قدو كبير كما كانوا يقولوا لي وللشيخ أحمد العشاري وللشيخ أمين راجح الأبطال. أما البقية هم البقية اللي مسكوهم مع أمين راجح وكل شيء معنا أبطال أيضا، معنا خالد الفقيه، معنا كذا أيضا، وكرر يعني، لأنه هذول الناس لن ينساهم التاريخ. فما لكم أنا، لأنه الأخ نايف النجار كل سعود خليه قال لي يا دكتور ليش ما تذكروني؟ قلت يا أخي أنت لحقه بس احمد الله إنه قد يعني شرف كبير إنك مخزن مع الشيخ أمين راجح وشلوك. بس إنما في النهاية هو يعتبر إيش يعني مناضل تمام، ولو إنه كان يخاف شوية هكذا، بيخاف زيادة. أنا أقول لكم الصدق، لكن مع أمين راجح لا، جبل. أحمد العشاري جبل، يعني الشيخ نايف ما شيخ مو الشيخ، هو عضو يعني قصدي موظف، الله يفتح عليه، رفيق أصيل نحترمه ونجله. والخوف هذا ما هوش عيب، لأنه الجماعة جمعيين وكذا. بس إن شاء الله يكون يعني صامد لحد اليوم إن شاء الله. نكرر التهنئة أيضا للأمناء العامين المساعدين في هذه المناسبة الوطنية، سبتمبر المجيد، سبتمبر الخروج، سبتمبر الثورة. للأمناء العامين المساعدين نبيل اليمن والهامة الوطنية الكبيرة الشيخ جابر عبد الله الوهباني. يعني هذا شهادتي في مجروحة، لأنه الشيء مجلد عشان أتكلم عن جابر الوهباني، شهامته برجولته بنبله بكل شيء. يعني ممكن ما فيش عيب. جابر الوهباني ما فيش عيب، كلنا عيوب، لكن جابر الوهباني والله الكمال لله صحيح، ولكن جابر جبل. نهنئ أيضا الأخ الشيخ عبد الله مجيديع الأمين العام مساعد،
هذا الرجل الذي يعني أيضا من الأبطال المحترمين، أبناء مأرب الأبية، نموذج رائع لأبناء مأرب، وحازم نموذج سيء لأبناء مأرب. لكن مأرب أغلبهم رجال، أغلبهم الغالبية رجال، ما عليكم من 2 3 لا يمثلوا مأرب ولا يمثلوا الشعب اليمني. وهن أيضا الرفيق الأمين العام المساعد الشيخ خالد الشريف، ولا ننسى أيضا أيقونة المؤتمر الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد. ونعود إلى موضوع حلقتنا لهذه الليلة، وهو نحن اليوم في اليوم الأول، ما زلنا في اليوم الأول. الحلقات هذه اللي هي 2 ما زلنا في اليوم الأول من التحقيقات، لأنه التحقيق جلس يمكن حوالي من الليل الساعة 8 تقريبا، 8 وشوية إلى الصبح، يعني تقريبا 12 ساعة. فهو طويل والكلام حديث كثير، لكن عدنا نختصرها يعني، لأنه الحين دقائق 10 دقائق نعمل هنا و10 دقائق ما بس يعني في النهاية نستذكر ما استذكرناه، ونركز على الأشياء المهمة، وفي أشياء سننسيها لكن سيأتي وقتها إن شاء الله. المهم في هذا اليوم أيضا كنا نجادلهم بالحجة كما أسلفنا في الحلقة الماضية، وأنتم إيش عملتم وأنتم كذا وأنتم مخططات والتآمر والأحمد علي ومن هذا الكلام السخيف. وبعدين كانوا شافوني طبعا أنا أواجه وأتكلم بالحجة، دخلوا لي بموضوع قدر هؤلاء الحوثة، قدر أنا أقولها للتاريخ، جالسين يعني ليش طلقت مرتك؟ يعني كل ما دخلوا بسؤالين وأنا أجاوبهم ليش طلقت مرتك؟ قلت يا أخو برد الحين إحنا محققين ومعتقلين سياسيين ولا ما دخل المرأة؟ لا ليش طلقت مرتك؟ ففعلا استفزوني في هذا الحديث، يعني قلت لهم هذا شيء داخلي ما لكم دخل فيه، ما لكم دخل. عيب 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 أنتم يعني تقولوا مسيرة وتقولوا مؤمنين، تقولوا ما دخلكم بمرتي، ما حصل نصيب بيني وبينها كباقي الناس يعني. لا 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 لا, لا. المهم جلسوا كانوا كل ما واجههم وارفع صوتي وكذا وكذا اقول لك هذا تقول دحين ما تقول لنا ما حصل بينك وبين مرتك، شوفوا على سخف، شوفوا على ذل، نذالة مش ذل، نذالة منهم ما دخلهم. وكنت اقول لهم عيب يا جماعه، عيب عيب عيب. والكلام هذا اللي انصار الله المؤمنين لا يقولون انه كلامي هذا خطا عليهم بالتسجيلات الموثقه ل 24 ساعه ما عدا الحمام، يمكن الحمام اللي ما صورش فيه والله يعلم، ولا كل شيء يعني صوت صوره. تاكدوا من الكلام هذا اللي قلته. كل ما افحمهم في الاجابه وغضبوا مني يقول لك ارفع رجلك، ارفع راسك، ارفع راسك، قم فوق الكرسي، يعني عقاب. ولا ايضا موضوع ايش الطلاق هذا يعني ايوه. المهم حقراء ولا ما دخلنا موضوع سياسي، موضوع كذا، موضوع معارضة، يقولوا احنا متآمرين، يقولوا ما دخل المرأة، هذا شيء عائلي، شيء شخصي، شيء كذا، ما دخلهم كل ساعة. طبعا هذا كلام اقسم بالله للصباح جلسوا يعني يكرروا 1000 مرة، كل ما شافوني أرد هذا الحين ما تقول لنا ايش طلقت مرتك يا دكتور، تحاكى يا دكتور، يعني قمة القذارة. بس المهم لا أطيل في هذا الجانب، إنما هذا اللي حصل يعني. نعود للتحقيقات. أنت محرض أحمد علي بيدعمكم، أحمد علي يرجع يحكم. قلت له أحمد علي الشعب كله يشتي، بس احكموا أنتم سواء، احكموا سواء، ولا حد ولا عيي أحمد علي ولا عيي غيره، احكموا سواء أنتم. إحنا إيش نحكم؟ إحنا نحكم دولة، وإحنا كذا، وإحنا إيش فيها؟ قلت لهم الله إيش رأيكم يا أصحابنا نعمل استفتاء في صعدة اللي يعني وكركم. والله اقسم بالله قلت الكلام هذا، نعمل استفتاء في صعدة، يكون استفتاء شفاف، ومننا نكون موجودين ومنكم موجودين وشفاف. ما عليك بالخبر هذا. قلت لهم شوفوا شعبيتكم داخل صعدة، ما عاد يساق صنعاء ولا باقي اليمن ليسكا، شوفوا يلا بسم الله، ما عليك بالخبر هذا. الفلسفة المهم هم كانوا يغلطوا بالكلام والإهانات وكذا، لأنه كلامي ما يعجبهمش. المهم كنا أيضا ما هو اللي عملتوه، اللي خططوا له، اللي كذا، قلنا له والله ما نخطط لشيء وليس ولا نحرض
الوضع عندكم تمام؟ قالوا ما في، ايش في؟ انتم اللي بتشعلوا المساله، انتم اللي بتدوا فرصه للعدوان، انتم اللي كذا. قلت له طيب يا اخي، قد قلت لك انا سيروا اعملون في صعدة استفتاء يا اخي، انتم نثراتكم وتصرفاتكم لا توحي لنا بواحد في المئة انكم دوله. فبالتالي الحرب، احنا الحرب لما نقول انكم كذا، لما نرفض الولايه، لما كذا، ما الولايه ما هي تبع الشعب اليمني. لا انت اذا خارج عن، هلا خارج عن بالله يا اخي. الولايه اللي تحكمني باسم الولايه، احنا في دستور وفي قانون في ديمقراطيه وفي كذا وفي كذا. لا 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 انت لك اجندات لكم كذا، تحريض التحريض. طبعا انا استلهمت فكره وافهمتهم فيها. وعلى فكره عندما اديت الكلام هذا هم هدأوا نوعا ما عاد فيش هذاك لانهم هم 5 إلى 6 كان كل واحد ونبع لي واحد. كنت اقول لهم طيب يا جماعه رتبوا افكاركم واحد واحد. هم طبعا يدخلوا من اجل يشوشوا الفكر، يعني لهم طريقه عجيبه، وفعلا كان شتت فكري بعض الاحيان، لكن كنت متماسك. لانه واحد يدخل لك بسؤال، واحد يدخل لك بسؤال، واحد يدخل لك بسؤال، يعني فعلا شتتوك ودخل لك باشياء خاصه بالبيت والعائله او للقدرين. المهم قلت لهم اسمعوا، اهدوا طيب، اهدوا. دحين احنا نقول انه الوضع سيء، احنا اللي نظهر الوضع هذا الجميل والوردي احنا نشوهه. قالوا ايوه. خليتهم يقولوا ايوه. قلت لهم طيب اسمعوا، عبد الملك الحوثي ايش يقول؟ هم لما يسمعوا عبد الملك الحوثي هذا هم يعني خلاص يسكت، الصوت حقهم ينقص. قلت لهم ايش قال؟ قالوا ايش قال؟ قلت لهم والله هو مش احنا، هو قال الوضع مزري. ايوه الوضع مزري. وايضا ادي لكم معلومه، في واحد صاحبنا في الجامعه كان معه فيديو لعبد الملك الحوثي، محاضره داخليه لكم، ما انا داري من محاضره داخليه. تدروا ايش بيقول اخ عبد الملك في هذا الجانب؟ ايوه قلت لهم بيقول انه ايش؟ آه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ايوه ملأتم قلبي قيح، ملأتم قلبي قيح. انتم يعني انتم يعني عاد احنا قد ملأتم قلب حقكم الحاكم. تمام. وانا كنت يعني مقصود نوجههم هذا الكلام من اجل يتبعوا، لانه فعلا اشتغلوني شغل يعني شغل وسخ. بعدين قاموا عبد الملك الحوثي هم بعد هدأوا نوعا ما ورجعوا بعدين نفس الكلام. بس انما هذا ايضا للتاريخ مما حصل، انه الوضع مزري. قلنا لهم قدوا حقكم الباشا الكبير هو يقول انه وضع مزري، مع انه مسألة سهلة انه يغير كل شيء، لكن لا، هي ما هي مسألة يزعلون لما تكلم على عبد الملك الحوثي، هذا ازعاج يعني شديد يعني. فالمهم هذا اللي حصل في إطار التحقيق اليوم الأول. وسنأتي إلى حقائق أخرى إن شاء الله. و26 سبتمبر مجيد، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وشكرا للجميع.